السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوصفة تاع نهار اليوم هي وصفة حلوة الحطب ولا الخشب، اللي هي بزاف ترند هاد الأيام. حبيت نجرب معكم هاد الوصفة ونتعرفوا على طريقة تحضيرها. رايحة نحضرها لكم بأبسط طريقة وبأبسط المكونات. برك نحتاج إلى 4 مكونات فقط، موجودة بيان سور في كل بيت. إذا بدون إطالة رايحين نبداو في تحضير الوصفة. هنا بالنسبة للمكون الأساسي هو بسكوي عادي. رايحة نرحيه إذن ونحط منه 3 كيلات. أنا هنا اعتمدت على الكوب، تقدري تستعملي أي نوع من الكيلات. هنا رايحة نزيد نضيف نصف كوب حليب مجفف بعد ما حمصته فوق نار هادئة جدا مع الخلط المستمر هكذا باش ما يتحرقش معنا. وزيد ضفت كوب تاع المكسرات أي نوع يكون متوفر عندك. بيان سور تحمصي هاد المكسرات نتاعك وترحيهم وتضيفيهم للخليط. هنا باش راح نلم هذا الخليط راح نلمو بالحليب المركز المحلى المكرمل، يعني توفيا كراميل. انا هنايا راح نلم اذا هذا الخليط بها. كما راكم تشوفوا الخليط نتاعي جاني ناشف. راح نكمل بملعقه كبيره تاع العسل. وما يهمش تقدري تلمي الخليط نتاعك باي حاجه تكون عندك. تقدري مثلا تلميه بالعسل وحده، بالمعجون اي نوع من المعجون، ولا تقدري تلميه بشوكولاته الطلاء ولا كريمه البندق. يعني تقدري تلميه باي نوع من انواع هاد يعني لي صوص. هنا بعد ما الحشوه تاعي تلمت لي، يعني كي نعملها هكذا كويرات معناتها راهي واجده معايا. هنا اذا رايحه نبدا في طريقه التشكيل. طريقه التشكيل سهله بالبزاف، رايحه نعملها اصابع هكذا بهذه الطريقه. بالنسبه للمكونات تقدري تستعملي اي حاجه، وهاد الحلوى يعني تشبه بزاف البنيون تاعنا، لكن طريقة التشكيل مختلفة. يعني راح نشكلوها على شكل خشب أو حطب. وتقدري تستغناي على البسكويت مثلا وتعوضيه بالفرينة تحمصيها. تقدري تضيفي شوية سميد، يعني بالنسبة للمكونات بحسب الرغبة. وصدقوني هاد الحلوى بزاف بنينة وما تاخدش وقت طويل في التحضير. بالإضافة إلى ذلك هي يعني اقتصادية، ما تاخدش بزاف دي زانغريديون. المهم أنا رايحة نكمل نشكل هاد الأصابع. ندخلها للثلاجة حوالي نصف ساعة حتى تبرد معايا هكذا باش كي نجي نكلاصيها بالشوكولا رايح هذيك الشوكولا تجف معايا ليه. هنا إذا راني ذوبت كمية من الشوكولا على حمام مائي، ومن بعد كي دابت لي زيد ضفت لها قطرة تاع الزيت. علاش هكذا؟ باش تعطيني لمعان لهاد الشوكولا. بالإضافة لذلك كي نجي نقطع انا حلوة الحطب ما راحش يعني تتفتت معي هذيك الشوكولا، يعني لاكوش هذيك نتاع الشوكولا ما راحش تتفتت معايا. اذا رايحه نبدا اذا باش نطلي هاد الاصابع نتاعي بالشوكولا. راح نستعمل البانسو هو اللي راح يساعدني باش نتحصل على هادوك لي موتيف اللي يعني معروف بهم الحطب. رايحه اذا نطلي هاد الاصابع، يعني رايحه نروح نولي بهاد البانسو ورايحه نعمل شحال من كوش. يعني تقدري ديري من 3 نتاع لي كوش الى 4 هكذا باش حتى تتغطى لك هاد الاصابع. ومن بعد تخليها حتى تجف الشوكولا تاعك. ما فيش داعي باش ترجعيها للفريجيدير. ومن بعد راح تقطعي الاصابع تاعك وتكون حلوة الخشب او الحطب حاضرة وواجدة معنا.
إذا راح نكمل هاد الكاطو تاعي، نعملو هاد الكلاصاج ومن بعد راح نقطعوه مع بعض هكذا. نتأكد بلي الألواح نتاعي أو الخشب تاعي راهو كامل يعني مغطي بطبقة الشوكولا. راح نخليها تجف شوية ونرجع ليها ونقطعها معاكم هنا. إذا حلوة الحطب تاعي راهي واجدة، رايحة نقطعها كيما راكم تشوفوا، تتقطع بكل سهولة، ما تتقصر ما والو. بالنسبة للسكين راح نستعمل سكين عادي، ننصحكم ما تستعملوش السكين المنشاري. إذا هذه هي الحلوة تاعنا راهي واجدة. المهم نتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وكذلك نتوما تاني تجربوا تروحوا وتوجدوها، هي حلوة بزاف بزاف بنينة وسهلة في التحضير. رايحة إذا نكمل نقطع الحلوة تاعي كامل ونشوفوها في طبق التقديم. وخرجت يعني كمية لاباس بها، خرجت كمية كبيرة مع أنه المقادير كانت بسيطة وقليلة في نفس الوقت. إذا هذه هي حلوة الحطب نتاعنا راهي واجدة وحاضرة. المهم نتمنى هذا الفيديو نال إعجابكم، ما تنسوش تدعموني على أوسع نطاق. واللي مازال ما اشتركش يشترك معايا في قناتي. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام.